حقيقي الجمهور بيقرر لمين بيصفق، بس مع بعض الأنظمة الجمهور ما بيختار. الجمهور مكون من موظفين بالصوت بيتجمعوا بالساحات، بيهتفوا وبيبتسموا، وأحيانا بيبكوا من الانفعال الوطني، بس مش لأنه مقتنعين، لأنه الصمت صار تهمي والهتاف صار وسيلة نجاة. وبين التصفيق والتصفيق تكبر الأنا حتى تصير دولة لوحدها. هتلر كان أول من بنى دولة قائمة على المسرح. كل خطاب كان عرض مسرحي متقن، الإضاءة، الموسيقى، الزوايا، والجمهور العارف أدواره. بس مع الوقت الزعيم نفسه نسي إنها مسرحية، صار يصدق إنه الجماهير بتحبه فعلا، وإنه كل هتاف حقيقي، وإنه صوته قادر يحرك التاريخ. ولما صارت برلين رماد ما صدق الهزيمة، لأنه دماغه كان محاط بميكروفونات عم تصرخ يحيى القائد حتى آخر لحظة. Im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein. Soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. بسوريا التطبيل ما كان طقس سياسي، كان عادة يومية من الطفولة. الكل بيتعلم انه حب القائد جزء من التربية، بس الغريب انه الزعيم نفسه صدق لما شاف الملايين عم تهتفله بعد عقود من القمع. ما خطر له انه مجبورين، اعتقد انه المحبة حقيقية، وانه النظام خالد لانه محبوب مش لانه مرعب. بهاللحظة بيصير الزعيم اول ضحية لبروباغندا الخاصة فيه، بيعيش داخل وطن منفوخ بالتصفيق بس فاضي من الصدق. ما في عرض بالعالم بيشبه مهرجان أريرانج ببيونغ يانغ بكوريا الشمالية. مئات آلاف الناس بيتحركوا كأنهم جهاز واحد، كل حركة مدروسة، كل وجه لازم يبتسم بنفس الزوايا. الناس مش بس بيهتفوا، بيتنفسوا بإيقاع الزعيم. والمفارقة إنه الزعيم نفسه صار يصدق إنه الحب حقيقي، رغم إنه الجمهور لو غمض لحظة زيادة بينسجن. بديسمبر 1989 وقف الرئيس الروماني نيكولاي على شرفة الحزب قدام عشرات آلاف من الناس المعتادين على الهتاف لإله. بدأ كعادته بخطاب، لكن الفجأة انقطع التصفيق. الصوت اللي عاش عليه سنوات اختفى. هو تجمد، نظر حوله مصدوم، كأنه طفل ضاع من ضوضاءته الخاصة. بعد أقل من أسبوع انهار النظام. ما في صوت أخطر من أول دقيقة صمت بعد 20 سنة تصفيق. Cetățeni ai capitalei României Socialiste. بالأربعينات الزعيمة الشعبية الأرجنتينية إيفا بيروني كانت رمز للعاطفة الجماهيرية. الناس ما كانوا عم ينجبروا على الهتاف، كانوا عم يهتفوا من شدة الإيمان فيها. بس لما ماتت النظام حول الحزن الطبيعي لعبادة رسمية، صار البكاء إلزامي وصارت صورتها مقدسة. هون بتصير المأساة مضاعفة، الجمهور يبدأ صادقا وينتهي مبرمجا. وفي 33 من عمرها توفيت محبوبة الأرجنتين إيفا بيرون نتيجة إصابتها بالسرطان في يوليو عام 52. كانت زوجة الرئيس بيرون بطلة جماهيرية بسبب مبادراتها الإصلاحية كحق التصويت للفقراء. الرئيس السابق لجمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ خلق فكرة الثورة الدائمة، بس حولها لعبادة لصورته. كل مواطن لازم يحمل الكتاب الأحمر، وكل مظاهرة لازم تنتهي بعبارة يحيى ماو. الناس صاروا يخافوا ما يبتسموا لما يشوفوا صورته، أما هو فكان مقتنع فعلا إنه الجمهور بتحبه أكتر من نفسه، ولما يصدق إنه رب شعبه بيصير هو نفسه عبد لتصفيقهم. الجمهور تحت الطلب مش بس ظاهرة سياسية، هو مرض متبادل. الناس بتخاف ما تصفق، والزعيم بيخاف لو التصفيق وقف. بس ما في تصفيق أبدي، بيجي يوم بيخلص الصوت وبيكتشف الزعيم إنه المسرح كان فاضي من زمان. أخطر لحظة بحياة أي ديكتاتور مش لما يسقط، بس لما يكتشف إنه الجمهور يلي كان عم يصفق كان عم يمثل.